مشاهدينا الافاضل طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. وزاره الصحه تعلن عن اصابات جديده بفيروس كورونا في البلاد. مؤسسه الاديان تصدر رسائل بخصوص صلوات الترحم على الشهداء. دعوه لتحسين خصوبه التربه وزياده الانتاج الزراعي. تركيا تنشر قوات خاصة شمال العراق في إطار عملية عسكرية. الهند تعلن عن مقتل 20 من جنودها في أعنف اشتباك مع الصين منذ عقود. كوريا الشمالية ترفض عرض كوريا الجنوبية وتتعهد بإعادة القوات إلى الحدود. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أثبتت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 17 من يونيو للمواطنين المعزولين في مراكز الحجر الصحي بمناطق محجر وعلى قدر بإقليم القاشبركة إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا، حيث دخل المواطنون العشر البلاد من السودان مؤخرا، تجدر الإشارة إلى أنه رغم منع حركة الناس من دولة إلى أخرى بصفة عامة على مستوى المنطقة، إلا أن تدفق المواطنين العائدين إلى البلاد برا وبحرا لم يتوقف من دول الجوار، حيث بلغ عدد المواطنين العائدين من أثيوبيا والسودان وجيبوتي واليمن برا وبحرا 7764 مواطنا، وقد مر 4359 منهم بإجراءات العزل وتوجهوا إلى منازلهم بعد التأكد من خلوهم من المرض، بينما لا يزال 3405 منهم معزولين في 47 من مراكز الحجر الصحي. هذا وقد بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إريتريا حتى الآن 131 حالة، منهم 39 تم تسريحهم إلى منازلهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية، فيما يوجد 92 من المصابين في المستشفى. وزارة الصحة 17 من يونيو 2020. أصدرت مؤسسة الأديان الإريترية رسائل بشأن الوسائل التي يتوجب اتباعها مع جائحة كورونا عند إقامة مجالس التلاوة والدعاء والقداس لإحياء ذكرى الشهداء. وفي الرسالة التي أصدرها دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية والكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، أوضحا بأن 20 من يونيو يحتل مكانة سامقة في قلوب المواطنين، لكن هذا العام ونتيجة لجائحة كورونا سوف لن تقام مجالس التلاوة والدعاء وصلوات الترحم في المساجد والجوامع والكنائس، وستقيم الكنائس صلوات الترحم بمشاركة عدد محدود فقط من الرهبان الخادمين فيها. أما المجالس التي كانت تقام في المساجد والجوامع ليلة يوم إحياء ذكرى الشهداء ستلقى وستنظم حلقات التلاوة والدعاء في المنازل. قالت وزارة الزراعة بأن جهود تحسين خصوبة التربة الجارية الآن من المهام الضرورية لضمان زيادة الإنتاج الزراعي. وأوضحت وزارة الزراعة في بيان لها بمناسبة 17 من يونيو اليوم العالمي لمكافحة الجفاف والتصحر بأن المعلومات الإحصائية للأمم المتحدة أكدت بأن مساحة أكثر من 2,000,000 هكتار من الأراضي التي كانت منتجة في الماضي قد أصبحت في الوقت الحالي تربة فقيرة قليلة الإنتاج. على النقيض من ذلك سيتطلب عام 2030 مساحة 300 مليون هكتار إضافية لتغذية سكان العالم، وبالتالي فقد أصبحت مهمة زيادة إنتاجية التربة وتقيير أنماط العيش والاستغلال الأمثل للأرض في توفير الأغذية الأساسية للإنسان والحيوان ضرورة لا بد منها. وذكرت وزارة الزراعة بأن الاستغلال الأمثل للأراضي هو جوهر قالبية السياسات التنموية في إريتريا، ولكل مواطن الحق في استخدام الأراضي وفق السياسات الموضوعة. وقد ظلت الحكومة والشعب الإريتري ينفذون العديد من الأنشطة لرفع إنتاجية التربة، بيد أن الاستثمار المطلوب في هذا المجال كبير للغاية وسيظل من التحديات الكبيرة، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لإعادة التربة إلى طبيعتها وجعلها أكثر إنتاجا. وأشارت وزارة الزراعة إلى أن الأنشطة المنفذة في مجال حماية التربة وحفظ المياه في المزارع ومساقط المياه وبناء خزانات المياه بأحجام متفاوتة بدأت تحقق نتائج مشجعة. وشددت بأن لا خيار آخر سوى العمل الدؤوب لمواجهة تأثيرات الجفاف والتصحر. أفاد مزارعو مديرية صنعاء بأن الجرارات الحكومية تقدم خدمات الحراثة في قرى أولح وحاحيلي ومطرة وأفوما وتشا وغيرها من المناطق بأسعار مناسبة. أوضح المزارعون بأنهم كانوا يحرثون في السابق مزارعهم بالجرارات الخاصة بسعر 650 نقفة للساعة الواحدة،
وتقدم الحكومة حاليا الخدمة بسعر 350 نقفة في الساعة الواحدة. وقال الشاب يوسف محمد برهان من مؤسسة المواشي والقلالة المتابع للعمل بأن الخدمة المقدمة هي جزء من جهود الانتقال بالزراعة من النمط التقليدي إلى النمط الحديث، وسيجري العمل في المستقبل لزيادة عدد الجرارات والإيفاء بمتطلبات المزارعين. من جانبه أوضح خبير تنمية البذور الشاب عقباي مبرهتوم فاعلية وأهمية تمهيد الأراضي وتقليب التربة من شهر يناير وحتى شهر أبريل، وعلى مؤسسة المواشي والقلال وضع ذلك في الاعتبار خلال العام القادم. وأوضح بأن الحكومة قامت هذا العام بتوزيع البذور المحسنة والسماد بأسعار مناسبة، داعيا المزارعين لبذل الجهود من أجل رفع الإنتاج الزراعي. من جهته أوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية صنعاء سيد برغي مسكانة بأن مساحة الأراضي الزراعية المجهزة للزراعة هذا العام تبلغ 10,500 هكتار. يواصل الإريتريون في الداخل والمهجر تقديم تبرعاتهم للتصدي لكوفيد 19، وأفاد تقرير وزارة الصحة بأن عمال شركة سبيكو قدموا مبلغ 641,433 نقفة، وعمال جمعية الصليب الأحمر الإريترية 202,069 نقفة، وعمال إيريسوك 36,318 نقفة، وأعضاء القنصلية الإريترية في تورونتو كندا 9,990 دولار، والعمال الإريتريين في المدرسة الإيطالية 13,300 نقفة، وعمال شركة تكنو بريك 7,622 نقفة، وإدوارد نيل من شركة أسمرة للتعدين 400 دولار. كما تبرعت ضاحية مرحانو ب10,000 نقفة، وحماسين للتصدير والاستيراد ب5,000 نقفة، والجمعية التعاونية لأنبسة قلب المقيمين في أسمرة ب5,000 نقفة، وجمعية قدوس ميكائيل مندفرة للمقيمين في أسمرة ب5,000 نقفة، والمناضلين أبناء أخريا ب5,000 نقفة، وجمعية قدوس جبريل التعاونية لعيلة جندت المقيمين في أسمرة ب5,000 نقفة، ومؤسسة أيدا لأبناء المتوفي محمد علي حسن ب4,000 نقفة، وجمعية جبريل حمبرتي المقيمين في أسمرة 2,000 نقفة، وجمعية مدهاني ألم معد تخلاي للمقيمين في أسمرة 2,000 نقفة، وجمعية شعالو هدادم للمقيمين في أسمرة ب1,500 نقفة. وتبرعت مؤسسة إريتريا للتجارة والاستثمار ب2,000 نقفة، ومؤسسة تكسب لتكي سبهاتو 2,000 نقفة، وبارت أرونا 2,000 نقفة، ومؤسسة دبي رقم 2 1,000 نقفة، وبارسيوم ألمايو 1,000 نقفة، ومؤسسة عند مريم للمواقد 1,000 نقفة، ومؤسسة ريم مافوكشري 2,000 نقفة، ومقهى وحلواني عصب 1,000 نقفة، ومؤسسة أسمرة للبن المحمص، ومتجر ميزان تسفايل الزجاج 2,000 نقفة، وجمعية تنس أسمرة ووكلاء مؤسسة التأمينات الإريترية 1,500 نقفة، وبرنقس برهي 1,000 نقفة، وورشة إيساخ تخلو للنجارة والحدادة 1,000 نقفة، وبابا هبت ميكائيل لتصفيف الشعر 1,000 نقفة، ومطعم فرسلام 1,000 نقفة، ومدرسة الثورة الداخلية بدقم حري 661 نقفة. كما تبرع الإريتريون المقيمون في الدمام بالمملكة العربية السعودية ب5,350 ريال، ومواطنون مقيمون في مدينة المنامة عاصمة البحرين 6,000 ريال، والجالية في البحرين 2,000 ريال. أوضح سيد تخلاي في السهي مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية حقات عن ضبط فحم حطب الوقود أثناء نقله بطريقة غير قانونية يوم 9 و15 من يونيو، وأشار إلى أن الفحم كان محمولا في الجمال وتم ضبطها بتعاون قوات الدفاع ومراقبي سلطة الغابات والحياة البرية في منطقة جلاس. وذكر بأن مناطق عدردي وإنقرني وعلي باناي بمديرية قرداته ومناطق أونجلي وحقات وعدن السور تشهد أيضا ظاهرة اقتلاع الأشجار بصورة متكررة لاستخدامها في إنتاج الفحم، مشيدا بتعاون أعضاء قوات الدفاع. هذا وقد تم ضبط عدد من الجمال وهي تحمل حوالي 50 كنتالا من الفحم ليلة 8 من يونيو. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت تركيا أنها نشرت قوات خاصة في شمال العراق في إطار عملية برية ضد حزب العمال الكردستاني بمشاركة سلاحي الجو والمدفعية. وأرجعت وزارة الدفاع التركية العملية إلى تزايد الهجمات في الآونة الأخيرة
ضد مراكز الشرطة والقواعد العسكرية التركية الواقعة قرب الحدود العراقية. وأضافت بأن نشر العسكريين سبقته عملية قصف مكثف بالمدفعية، ومن شأن هذه العملية أن تخلق توترات بين أنقرة وبغداد، التي استدعت السفير التركي للاحتجاج على ضربات شنها الطيران التركي على مواقع لحزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية هذا الأسبوع. وكانت أنقرة قد أعلنت أنها شنت ضربات على قنديل وسنجار وهاكورك، المدن الواقعة في شمال العراق. قتل 20 جنديا هنديا على الأقل في مواجهة مع القوات الصينية عند الحدود في منطقة الهيمالايا المتنازع عليها، وفق ما أعلن عنه الجيش الهندي، في أعنف اشتباك بين القوتين النوويتين منذ 45 عاما. وحمل كل طرف مسؤولية الاشتباك الذي وقع على الحدود في الهيمالايا بين تيبت الصينية ومنطقة لداخ الهندية للطرف الآخر، وسط تحذير محللين من توتر الوضع. وكثيرا ما تقع مواجهات بين الدولتين النوويتين عبر حدودهما المتنازع عليها والممتدة ل 3500 كيلومتر بدون أن ينجم عن ذلك سقوط قتلى في عقود. وكان الجيش الهندي قد أعلن في وقت سابق سقوط ضحايا من الجانبين في الحادثة، علما بأن بكين لم تشر إلى أي قتلى أو جرحى، وسارعت إلى توجيه أصابع الاتهام لنيودلهي في الحادثة. وجاء في بيان لمتحدث عسكري هندي أن مسؤولين عسكريين كبارا من الجانبين يعقدون اجتماعا في الموقع لتهدئة الوضع. قالت كوريا الشمالية أنها رفضت عرض كوريا الجنوبية بإرسال مبعوثين إليها، وتعهدت بإعادة القوات إلى الوحدات الحدودية المنزوعة السلاح في أحدث خطوة نحو إلقاء اتفاقية السلام بين الكوريتين. جاء ذلك بعد يوم من قيام كوريا الشمالية بنسف مكتب اتصال مشترك أقيم في مدينة حدودية في إطار اتفاق أبرمه زعماء البلدين عام 2018، وفي خضم تصاعد التوتر بسبب منشورات دعائية يرسلها منشقون إلى كوريا الشمالية من جارتها الجنوبية. وعرض رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن إرسال مستشاره للأمن القومي تشونغ يونغ ورئيس جهاز المخابرات سو هون كمبعوثين خاصين. لكن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قالت أن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والمسؤولة البارزة في الحزب الحاكم رفضت على نحو قاطع الاقتراح. وكان الجيش الكوري قال أنه يدرس خطة عمل لإعادة دخول المناطق التي تم نزع السلاح منها بموجب اتفاقية عسكرية أبرمت بين الكوريتين عام 2018 وتحويل الخط الأمامي إلى حصن. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواجه انتقادا لسياساته وتصريحاته التي فاقمت انقساما عرقيا في الولايات المتحدة الأمريكية أمرا تنفيذيا بيهدف إلى تحسين ممارسات الشرطة. فبعد أسابيع من الاحتجاجات على عنصرية ووحشية الشرطة التي فجرها مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد وهو في قبضة الشرطة بمدينة مينابوليس، قدم ترامب ردا سياسيا على المخاوف المتصلة بالمظالم العرقية. وقال ترامب في حفل أقيم بحديقة الزهور في البيت الأبيض قبل توقيع الأمر التنفيذي أن الأمريكيون يريدون القانون والنظام. وقدم ترامب تعازيه لعائلات من سقطوا بسبب عنف الشرطة، متعهدا بتنفيذ العدالة كما ينبغي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.